السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى مع بعض شوية ملوخية هنخزنه بقى كده مع بعض. رخيصة في السوق وحلوة قوي ما شاء الله. شايفين اللون والقوام عامل ازاي؟ حلوة قوي. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونقول عملناها ازاي. معايا هنا الملوخية، شايفين ما شاء الله جايباها خضرة كده والورقة بتاعتها عريضة وحلوة، بس للأسف هو الفلاش بس هو اللي ايه عامل فيها شوية، لكن هي خضرة وجميلة قوي ورخيصة قوي. يعني انا جايبة أربع ربط كده ب10 جنيه، رخيصة جدا. قطفتها بقى وغسلتها غسلة كويسة. دي طريقة تخزين سهلة قوي، في طرق كتير برضه هنبقى نعملها مع بعض ان شاء الله. غسلتها بقى كده كويس كده في المية بالشكل ده كده، وهنا بقى كنت صفيتها في المصفى، اشطفها تاني، يعني بغسلها وبشطفها كذا مرة. تمام كده. بجيب هنا بقى شفشق الخلاط وببدأ احط شوية شوية، وبحط فيه في الشفشق شوية شوربة او شوية مية، وابدأ اضربهم كده. وشايفين القوام حلو ازاي ما شاء الله. معلش يا جماعة بس هو الفلاش كان التليفون بس عايز يشحن، فكان فلاش مش مظبوط يعني، لكن هي ما شاء الله خضرة وجميلة قوي، وطريقة تخزين سهلة جدا. هنا بقى كنت معايا نص معلقة سكر مادة حافظة. بعد ما خلصت الملوخية كلها كده في الخلاط، ابدأ احط نص معلقة سكر كده واقلبهم فيها كويس. احطها بقى في اكياس تلاجة، احط بقى طبعا الكيس على قد الطبخة. انا عملت هنا كيسين ما شاء الله يعني حلوين، وكمان شلت شوية علشان عملتهم برضو كده، عملتهم كده للاكل بالشكل الجميل ده. انا كنت عاملاه، شايفين ما شاء الله خضرة ازاي، جميلة قوي. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله.